غسالتك صغيرة قوي يا هبة، انا اشتريت زي غسالتك وما خدتش معايا اي حاجة. تعالي اقولك بقى ازاي ترتبيها صح، وازاي يبقى عندك غسالة صغنونة بس بتعمل معاكي كل حاجة ونينجا. الطقم دوت 44 قطعة، كان مطرب جدا زي ما انتوا شايفين. الطقم حرفيا متبهدل جدا من البوفيه، مش عارفة التراب بيدخل ازاي بس مش مشكلتنا دلوقتي. حطيت ال6 كوبايات في الجنب، وحطيت بقى ال6 بولات في النص. اهم حاجة تسيبي مسافة ما بين كل طبق وطبق عشان تسمح بمرور المية. مش لازم المساحة تبقى كبيرة قوي، لان المية انتوا عارفين اي حد عنده مية اتسربت في الشقة ولا اي مية بتدلق، عارفين المية بتجري ازاي، فالمية هتوصل. بس لازم نسيب مسافة، ولكن مش مسافة مبالغ فيها. الجزء اللي ورا في الغسالة دوت السنون بتاعته قريبة من بعضها، فبحاول اسيب مسافة خصوصا مع الاطباق اللي فيها عمق شوية. لكن الجزء اللي قدام في الغسالة هتلاقي السنون بعيدة عن بعضها، وبتفرق طبعا من غسالة لغسالة. المهم السنون الضيقة بتبقى للأطباق المسطحة أو المفرودة، لكن السنون اللي بيبقى فيها مسافة بنحط فيها الأطباق الغويطة. هنا بقى الحركة دي لازم تاخدي بالك منها جدا، وهي ان أي أطباق ينفع نحط فوقيها بولة، ينفع نحط فوقيها حلة، ينفع نحط أي حاجة، لأن المية هتسمح بمرورها عادي، مفيش أي مشكلة طالما ما بتخبطش في الرشاش. والرشاش كده كده فيه من تحت في رشاش وفيه من فوق رشاش، وهتنضف كويس جدا ما تقلقوش. فده متاح عادي، مفيش اي مشكله، ما تقلقيش من الحركه دي. وبعد كده انا كنت هنا نسيت ان انا احط الفناجيل، فحطيتهم بقى في الجزء اللي فوق. ادي 6 فناجيل الناحيه دي و6 كوبايات، وكمان في مكان فوق ان انا احط معالق وشوك او اي حاجه انا عايزاها، بس انا ما حطيتش. كنت عايزه اوريكم الطقم ده كله على بعضه. بصوا انا حطيت بقى هنا ال6 اطباق بتوع الفناجين. وما تعملوش الحركه دي حركه كده مش امنه بالمره، لان الاطباق اللي هناك دي مش ثابته، ولكن انا اختبرتها بايدي لقيتها ثابته، لكن هي مش محطوطه في مجرى معينه. انا موقفاهم كده بطريقه كده مع بعض ان هم ساندين على بعض، فبالنسبه لي كانت امان. بس انتي ما تجربيهاش لو انتي في البدايه. حطيت نص قرص بس من مسحوق لودفيك، عايزه اقولك جامد بجد، تحفه. البرنامج اللي انا بستعمله على طول هو 70 درجة مئوية، انا بستعملش اقل من 70 لانه مش بينظف كويس، فده بينظف حلو قوي. وعايزة اقول لكم بصوا، شايفين فرق ما بين الكوباية هنا والكوباية في الاول؟ شوفي الكوباية في اول فيديو كانت عاملة ازاي، شايفين الطبق بيلمع ازاي؟ الملمع بجد رهيب، بيدي شكل في الاطباق والكوبايات تحفه. البوله دي اللي جوه دوت لزق من مطرح التيكت بتاع الشركه، لان انا ما استعملتش الطقم ده قبل كده فما اتشالتش، انا هبقى اشيلها. لكن الاطباق زي ما انتوا شايفين منوره وبتلمع ونطفت كلها، ده معناها ان هي اتغسلت كويس. وهبقى اوريكم بعد كده في مواعين تكون مش نظيفه، بس انا هنا حبيت اوريكم الكميه. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك وفولو للبيج.